السلام عليكم. بعد الحملة اللي عملتها على مازن وقلت ان اي راجل ما يجيبش لمراته هدية في عيد الحب ويقعد يقول لها الاسعار بقى والدنيا واي حاجة في الدنيا تهون الا هدية عيد الحب. تقعدوا بقى في ناس تقعد تقول لي على فكرة حرام الاحتفال بيه، يا اختي ما قلتلكيش انزلي ورقصي. انا بقول هدية عيد حب ملوش علاقة، ادنى علاقة. فالمهم جايه اقول لكم فايده الفيديو اللي انا عملته وصلنا لايه، عشان لما اقول لك نكدي كلامي بعد كده يتسمع. حقيقي مش ورد بس مش مشكله، احنا راضيين. تعالوا نمسك الهديه حاجه حلوه. طبعا بيني اني مازن عارف ان انا طفسه وعارف ان انا موضوع الورد ده مش هيجيب معايا، فجاب لي ايه؟ قولوا جاب لي ايه؟ قولوا انتوا. تورتايه. ولسه هوريكم عشان تعرفوا. بس في ساعات الواحد كده بيبقى فاهم دماغ اللي قدامه. هتقولي ايه ده انت بقى همك على بطني؟ لا من فضلك، اللي هتغلط هجيبها من شعرها في الكومنتات، انتوا احرار. تقولي همك بقى على بطني، ما همكيش، انت مالك انا راضيه، مش احسن ما كان دخل ايده فاضيه. جاب لي بن. طبعا انتوا عارفين الست بالنسبه لها البن ايه، اكيد فاهمين. دماغها هي لو مظبوطه تظبط البيت كله، لو دماغها تعبانه اقسم بالله مش تتعب البيت الجيران كلها. فاهم. ودي تاني هديه. طبعا في واحده هتقول لي ايه، هي ما جابلكيش ولا ورد ولا حاجه بتتلبس ولا الحوارات دي. انا حضرتك عايزه احكي قصه قصيره بس وانا بوريكم الهدايا. من قيمه كام يوم كده عملت ايه؟ نقول بس بسم الله الله اكبر، كل اعوذ برب الفلق، عشان انا في مره طلعت الهدايا كانت حلوه من سنتين اقسم بالله ما جاب لي بعدها. فتعالوا نتفرج. من قيمه يومين كده مازن لقيته داخل عليا بسكر وقال لي السكر ده خلي بالك منه. فقلت انا هخلي بالي منه هيطير يعني. فرحت زي اي ست جميله قمر بتحب جوزها وعيالها، راحت عملت لهم رز بلبن. ايه جوزي جه من الشغل راح قال لي ايه، هو انت ايه اللي انت عاملاه ده؟ فقلت له ايه يا مازن مالك، ده رز بلبن. فقلت ايه ده، هو كرهه فجاه، ده كان بيحبه. عاملاه بسكر. قلت له ما انا هعمله بملح. ايوه عاملاه بسكر. بالسكر اللي انا جايبه. قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، فقد الذاكره ولا يا حبيبي السكر اللي انت جايبه امال هعمله منين؟ راح قال لي مش انا قلت لك خلي بالك من السكر. قلت له ما انا خليت بالي منه وما عملتش بيه حاجه السكر ما عملش حاجه حرام يعني ما اشتغلش في الغلط، ده عملته في رز ابو لبن. قال لي مش احنا قلنا ان في مشكله؟ قلت له ايوه. انت كده خلصتيه؟ قلت له لا والله لسه في باقي كيس حد يعمل سكر رز بلبن الايام دي؟ قلت له ما الناس بتعمل رز بلبن امتى؟ فبدات احس بالماساه الكبيره قوي ان انا غلطت غلطه كبيرة. انا اسفه يا مازن على رز ابو لبن، مش هتتكرر. حضرتك دي اخر حاجه اعملها في حياتي. فده بصوا انا بس عايزه الناس تركز معايا. شوكولاته 2 3 نركز اهو. نقفل الرينج لايت بس عشان ايه، اهو فاتحين البلكونه فالحمد لله دبانه دخل اهو. ما ماشيه بالفيروسات في الشقه كلها. بصوا واحده ثانيه شوفوني بقى. كل سنه وانت طيب يا مازن، يتحب عليك وانت كده الحمد لله اشتريت عمرك. واحب اقول لاي راجل مش هيجيب هديه لعيد لعيد مراته ايه، لعيد الحب لمراته، هنعمل مجزره كامله مش هنسكت. وهعمل حمله المره الجايه اللي مش هيجيب هديه لمراته في عيد ميلادها فكروني نعمل فيه ايه. شكرا يا مازن. كل سنه وانت طيب. وايه العمال بقى وايه تحرير سينا وايه اكتوبر كده. ما تخافش اسيح لك الشوكولاتات واطلع لك منها كيس السكر اللي انا خدته. اشوفكم على خير في حمله جديده وان شاء الله تنجح بعد نجاح الحمله دي، نجاح حمله عيد الحب. انتظروني. باي.